السلام عليكم. دعني اليوم اشرح لكم طريقة اجراء المكالمات في الزوم. طبعا اذا كان انا عندي حساب، الشخص الثاني مش لازم يكون عنده حساب، يكون طبعا كما تشاهدون هنا عندي هذا الجهاز ما فيه حساب، وعندي الجهاز الثاني هذا فيه حساب، هذا فيه حساب. اذا جيت عندي هنا في الجهاز الاول بعمل هنا نيو ميتنج، بعدين اعمل ستارت ميتنج، بعدين كما تشاهدون تظهر لي عندي كذا هذه شاشة المحادثة. هنا إذا كملت شاشة المحادثة وظهرت عندي شاشة المحادثة، بضغط هنا على علامة الزوم هذه، يظهر لي هنا الرابط هذا. الرابط هذا إذا طولت عليه كذا خلاص انتسخ الآن، كوبي لينك. أذهب إلى الواتساب ولا أي مكان وألصق الرابط هذا. هنا كما تشاهدون في الواتساب بقوم بلصق الرابط وإرساله لأي شخص. كما تشاهدون أنا رسلته. الآن بذهب لنفس الجهاز الثاني وأقوم بفتح الرابط هذا. هنا كما تشاهدون الرابط عندي جاء، إذا فتحته كذا خلاص هنا بيسألني على الزوم، أعمل له نعم على الزوم. بعدين أعمل له هنا السماح بالوصول، طبعا سماح بالوصول. هنا يقول لي يور نيم، يعني أكتب الاسم، أي اسم هنا أكتبه عادي. بعدين هنا أعمل أوكي. هنا كما تشاهدون يقول لي السماح بالوصول، أعمل له سماح بالوصول أثناء استخدام التطبيق. خلاص الآن كذا كما تشاهدون في انتظار المكالمات، لازم أعمل له قبول من الجهاز الأول. كما تشاهدون إذا جيت في الجهاز الأول هنا عندي، هنا كما تشاهدون العلامة، إذا ضغطت على هذه العلامة هنا يظهر لي هذا الشخص، هذا الشخص ظهر الآن. هنا أعمل له قبول ولا لا؟ أعمل له قبول من هنا، خلاص يتفك من عندي من هنا. إذا عملت له قبول خلاص المكالمة من هنا تبدأ. هنا كما تشاهدون الآن حاليا شغال من غير كاميرا، إذا أردت فتح الكاميرا من نفس المكان هنا. هنا كما تشاهدون الآن فتح الكاميرا، هذا الشخص الأول شغال، وهذا إذا تريد تشغل الكاميرا في الشخص الثاني زي كذا نفس الشيء. خلاص الآن المكالمة شغالة من غير ما يكون في الجهاز هذا حساب، من غير أي شيء، على طول مباشرة.